الزروقي وعادل في أول لعبة لعناصر برشلونة كاد يفعل ما فعل. صوت يهز الملاعب، عبارات تحفظ في الذاكرة، وشغف لا ينتهي. هو حفيظ الدراجي، أيقونة التعليق الرياضي العربي، صوت الجزائر في أكبر المحطات العالمية. اليوم نروي قصته. ولد حفيظ دراجي في 10 من أكتوبر 1964 في حي الحراش بالجزائر العاصمة. كان لاعب كرة قدم في نادي مولودية الجزائر، لكنه اختار الإعلام بدلاً من الملاعب. حصل على البكالوريا آداب 1984، ثم تخرج من معهد الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر عام 1988 بشهادة ليسانس في الإعلام. بدأ مسيرته عام 1989 في التلفزيون الجزائري. قدم برامج أسطورية مثل ملاعب العالم، حوار مع المجتمع، سهرة الأحلام. تدرج حتى أصبح رئيس تحرير القسم الرياضي من 1997 إلى 2002، ثم مدير الأخبار، ثم نائب المدير العام. 19 سنة من العطاء جعلته واحداً من أبرز الإعلاميين في الجزائر. في عام 2008 انتقل إلى قناة الجزيرة الرياضية التي أصبحت فيما بعد PN Sports. منذ ذلك الحين يعلق على أكثر من 6000 مباراة: دوري أبطال أوروبا، البريمير ليج، الليغا الإسبانية وغيرها. صوته أصبح مرادفاً للمتعة والحماس في كل بيت عربي. ما الذي يميزه؟ صوته القوي، ثقافته الرياضية العميقة، وعباراته التي تصبح ترنداً عالمي. مثلاً حطها في القول يا رياض، لا يحليش، يا الله يا الله، مش ممكن. حصل على عشرات الجوائز، منها أفضل معلق عربي عدة مرات حسب استطلاعات كورة، يورو سبورت وبي إن سبورتس. جائزة اللجنة الأولمبية الدولية عام 2004. كما أصدر كتباً ناجحة مثل لا ملاك ولا شيطان عام 2012، دومينو عام 2013، وفي ملعب السياسة عام 2020. حفيظ الدراجي ليس مجرد معلق، بل صوت يجمع الملايين حول الكرة. شكراً لك يا أستاذ، ودام صوتك يملأ الملاعب. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك والتعليق.